رجعت لكم اليوم بأكلة بنينة إن شاء الله يا رب تعجبكم. باش نعملوا مع بعضنا البامية. نحتاجوا ال 400 جرام تقريبا مفرزة أنا جبتها. عليها عملت ربع كيلو لحم ثان، حبتين بصل، تقريبا ملعقتين ونص دبس بندورة، البهارات فلفل أسود، كركم، بابريكا، البهارات السبعة، ودبس رمان، وعصير ليمون. وهذا الزيت للبامية بعدين. كما تعرفوا تحتاج كيف الكزبرة. أنا كي تشوفوا لونها هيك أنا لأني عملت لها مفرزتها. هنا تقريبا عملت راس ثوم، قصيت هنا حبتين مع البصل باش نقليها بعدين في البامية. هنا هذه مفرزة طبيعي جدا. وهذه المرق اللي سلقت فيها اللحمة طبيعي، عملت فيها ورق غار، بصل، ثوم، هيل. انتم احرار في تتبيلة مرق اللحم. الان كما تعرفوا قبل كل شيء البامية لازم نقليها شوية بالزيت لحين يولي لونها يصبح لونها ذهبي وننزعوها. هنا باش نقلوا مع بعضنا البامية. قبل كل شيء هذه اول مرحلة نعملوها مع بعضنا، نقلوا نخلوها شوية. انا عملتها صراحة بشوية زيت زيتون لانه افضل. كما تعرفوا احنا ما نستعملوش الزيت النباتي في الطبخ حتى ولو قليل. هنا نقليها تقريبا على حين تولي لونها ذهبي وننزع ونحن على الغاز ونبدو المرحلة الجاية. الآن كما تشوفوا البامية عطاتنا على اللون الذهبي. باش نخلص نحطها هنا كما تشوفوا، خليها هونيك. خلصت انا من قلي البامية، والان باش نجهزوا مع بعضنا البامية. كما تشوفوا اول شيء باش نصب الزيت. عملت الزيت وباش نقلي البصل شوية لحين ياخذ لون. كما تشوفوا هنا نقليه شوية، بس نقليه شوية. بعد ما نقليه نضيف معاه الدبس بندورة. ونسيت باش نقولكم اللي نحنا البامية نحضروا معاها الرز. حضرت كاس ونص رز بسمتي على نص كوب تقريبا شعيرية. بعدين نجهز ان شاء الله كي نجهز البامية. وعلى فكرة البامية عندها تسميات مختلفة، يعني في العادة في شمال افريقيا تقريبا اسمها ما نقولوش بامية، نقولوا بنوية. يعني حتى طريقة الطبخ هي طريقة الطبخ نفسها، يعني تقريبا نفسها، غير انه ما نحطوش فيها يعني دبس رمان. لكن الطريقة يعني سواء الواحد كيف يحب يجهزها بالدجاج او باللحمة عادي. يعني فيه اللي ياكلها على فكرة بالخبز مثل مرق، يعني عادي يعملها بالخبز. وفيه اللي يعملها يجهز معها الرز، يعني عادي. يعني حتى ولو في شمال افريقيا عادي الاكلة هي نفسها، تختلف بس في التسمية. هوني كما تشوفوا كما تشوفوا هوني البندورة
قليتها مع البصل حبتين سنين ثوم اللي قسيتهم يعطوا نكهة لذيذة جدا. الآن باش نعمل، تعرفوا هنا اللحم، أنا لما سلقت اللحم هذا المرق تبعيته. اللحم تقريبا هو تبع خروف صغير، يعني ما راح يكلف يعني وقت. كما تشوفوا ما شاء الله قطع لحم صغيرة يعني لحم نعيمي. وهوني باش نضيفوا المرق اللي كما قلت لكم جهزتها بالبهارات الخاصة بسلق اللحمة. وهوني نضيف البهارات كما تعرفوا، الفلفل، البابريكا، البهارات المشكلة. وهوني أنا تقريبا الأكلة خالصة. بعدين باش نضيف يبقى الثوم والكزبرة، الثوم والكزبرة ودبس الرمان وعصير الليمون، هذوما في آخر شيء بعد ما تبدأ تولي المرق تبدأ تخثر شوية. نعملوا نضيفوا الليمون. وبعدين تقريبا على 15 دقيقة ونسكر عنها. الآن نخليها تنضج شوية لحين ونرجع لكم ان شاء الله. كما تشوفوا والملح قبل كل شيء نسيت كمان الملح. ما نكثرش الملح، بعدين كل واحد عينه وميزانه، يعني كل واحد والذوق بتاعه. الان كما قلت لكم هذوما باش يبقاو بعدين، ونجهزوا الرز مع بعضنا بعد شويه ان شاء الله. نرجع لكم ان شاء الله بعد ما في المرحله الجايه ان شاء الله. رجعت لكم ما شاء الله الاكله تقريبا جاهزه. باش نزيدوا نضيف لها الثوم والكزبره كما تعرفوا. ريحه لذيذه جدا جدا جدا. وانا باش نعمل فيهم تقريبا ملعقتين دبس رمان نطيبها كما تشوفوا هنا. واضافه مني من المفروض نقدر نكتفي بدبس الرمان، انا اضافه مني باش عملت لها عصير ليمون. وهوني باش نخليها تقريبا 5 دقائق او 10 دقائق ونسكر عنها خلاص لانها جاهزه. وباش نجهز الان الرز. بعد ما الطبخه ما شاء الله يعني خلصت وكلها، جهزنا الرز كما تعرفوا. عملنا شعيريه ورز بسمتي اسمر. عملنا فوق منه شويه مكسرات، جوز لوز وصنوبر. هوني كما تشوفوا ما شاء الله شو ما احلى على المنظر، ما احلاها. هنا كمان طيبه ولذيذه جدا جدا جدا. اتمنى يا رب ان شاء الله تعجبكم، وتشوفوكم في اكله ان شاء الله اخرى جديده. كما تشوفوا هنا الرز، هنا